نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ابنك رجع من مدرسته خايف من المدرس او مضروب؟ ازاي؟ انت جننت. تعالي اقول لك هتعملي ايه عشان ترجعي حقه بشكل قانوني ومن غير تهور. ما تخليش حد يقول لك ما تكبريش الموضوع او بسيطه او لازم المدرس يضرب عشان يعرف يسيطر. اصل مش حلو يا اخوانا تخلص على كوبايتين شاي ومعلش. لا يا فندم، القانون المصري بيحمي ابنك بره او جوه المدرسه. طمنتني. وبالتحديد في المادة 196 من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اللي بتقول لك ايه؟ ان ابنك يعتبر في خطر لو تعرض لأي عنف نفسي او بدني جوه المدرسة. ده الحكايه كده. وكمان المادة 242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 اللي بتقول لك لو الضرب نتج عنه إصابات ممكن الموضوع يوصل للحبس. ايه ده؟ وكمان قرار وزير التربية والتعليم رقم 287 لسنة 2016 اللي بيمنع تماما أي نوع من العقاب البدني أو الإهانة داخل المدرسة. عيب عيب يا اساتذه. كل ده بيثبت لك ان الموضوع اصلا كبير، مش انت اللي هتكبريه. طيب هتعملي ايه لو ابنك اتعرض لكده؟ وانت هتسكت؟ انا مش هسكت. الاول هتطلعي على المستشفى وتعملي تقرير طبي ده لو ابنك فيه اصابات، وبعد كده هتطلعي على اسم الشرطه تحرري محضر رسمي ضد اللي ضربه في المدرسه سواء مدرس او اداري، وكمان هتبلغي الاداره التعليميه او وحده حمايه الطفل في المحافظه اللي انت فيها. الله، ايه يا باشا ده؟ الخلاصه ما تسكتيش على حق ابنك، لان اللي هتسكتي عليه النهارده هيتكرر تاني بكره.